السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، كنرحب بكم على قناة الطريق نحو النجاح، وكنقدم لكم 10 ديال الأفكار لاستغلال الوقت بشكل جيد. هذه 10 ديال الأفكار باش إنسان يستغل الوقت ديالو بشكل جيد. الفكرة الأولى، قرأ واحد جزء من القرآن. فالقراءة ديال القرآن ديال الورد اليومي ديالك القرآن كتكمل كل يوم جوج ديال الأحزاب من كتاب الله تعالى، وفي نهاية كل شهر أو في نهاية الشهر فأنك كتستطيع إكمال 60 حزب كلها، لأن 30 يوم كل نهار جوج احزاب، يعني بواحد جوج احزاب ما غاديش يديو لك واحد 15 دقيقه ديال القرايه. فملي غادي يوصل الاخر ديال الشهر 30 يوم غتلقى راسك كملتي او ختمتي القران واستفدتي من كثير ديال المعاني ديال القران ومن عده عبار لا حصر لها. الفكره الثانيه، قرا كتاب ولخصو، يعني اختار واحد كتاب يكون مفيد حسب الميول ديالك، حسب الاختيارات ديالك، وحسب النوع ديال القرايه، وحسب المواضيع اللي كتحب انت ولا انت الاخت القرايه ديالها، سواء في المجال ديال العمل ديالك اللي ارتباط بالمجال ديال العمل ديالك، او مجال الثقافه العامه، او اي مجال اخر انت كتحبدو. اختار كتاب من هذه الكتب، او اختار مثلا كتاب من الكتب ديال تطوير الذات، التنميه الذاتيه اللي غادي تعود عليك بالنفع. فكما يعني المعروف ان الكتب ديال تطوير الذات، التنميه الذاتيه، فهي يعني مهمه يعني مهمه بزاف، يعني عمليه، كتب عمليه. ملي كتقرا مثلا كيفاش ننظم وقتي، او كيفاش نخطط، او كيفاش نقرا بالقراءه السريعه، او كيفاش نحفز النفس ديالي، او كيفاش، يعني هذه بزاف ديال الامور اللي مزيانه في هذه الكتب ديال التنميه الذاتيه. فربما يعني كتب تطوير الذات فهي كتعود عليك بالنفع. قراه ولخصو باش من بعد حتى غادي يسهل عليك الاستخدام ديالو، حتى لو بغيتي ترجع عليه غترجع غير داك الملخص غيجيك مزيان. 3 او الفكره الثالثه، استمع البودكاست. فالبودكاست هو احد الانواع ديال المحتويات الرقميه الموجوده يعني بكثره على الشبكات العنكبوتيه على الانترنت. يعني كاين عدد كبير لا حصر له من لي بودكاست على الانترنت على حسب النوع والتخصصات ديال المجالات وبكل لغات ديال العالم. يعني تقدر تلقى بودكاست يعني كيهمك يعني في المجال الاشتغال ديالك، العمل ديالك، باش يعني تستفد من هذوك الناس، يعني افكار اخرى، افكار جديده. يعني ممكن تستعمل او تستمع للبودكاست تطوير الذات. ممكن يعني بزاف ديال المواضيع اللي ممكن انك تستفد منها في البودكاست. وبالمناسبه الى قلبتوا في يعني في الشبكه العنكبوتيه في الانترنت، هناك واحد بودكاست سميتو بودكاست الطريق نحو النجاح، فهو كنقدموا فيه مواضيع ديال تطوير الذات كيتعلق بتطوير الذات. الى درتوا بودكاست او الطريق نحو النجاح غادي تعثروا على بودكاست كيتحدث على يعني فيه بزاف ديال البودكاست على تطوير الذات او التنميه الذاتيه. كذلك الفكره الرابعه وهي التسجيل في دوره على الانترنت لتعلم مهاره ما. ف سميتو دابا ولاو بزاف ديال الدورات ودورات مجانيه، مئات الدورات المجانيه كيتم عرضها على الانترنت، المشاركه فيها ويعني وعلى حسب الميولات ديالك والمهارات ديالك اللي يعني انك تبغي تعلمها. والاشاره فجوجل، شركه جوجل، فهي كتقترح دورات مجانيه في عده مجالات شتى، خصوصا فيما يتعلق بالتكنولوجيا الرقميه. وبالمناسبه فهي كتمنح في اخر الدوره شهادات ديال حضور الدوره. ان هذا يعني ان ملي كتبعوا او كتسجلوا في دوره ديال جوجل ديال يعني سواء يعني مثلا في التكنولوجيا الرقميه، نقولوا مثلا الموضوع ديال السيو،
او تحسين محركات البحث، او موضوع مثلا كيفاش التسويق الالكتروني، او يعني بزاف ديال المواضيع مهمه ديال، او موضوع مثلا على او على يوتيوب مثلا، مثلا دوره ديال يوتيوب، كيفاش تنشئ قناه ديال يوتيوب. كاين هذا الشيء كامل عرضه الشركه ديال جوجل وبشكل مجاني، وكتعطي شواهد في الاخر في اخر الدوره. وبالمناسبه فكاين هناك يعني هذه الشواهد ولات مطلوبه من شركه جوجل. كاين اشخاص ناس يعني خضعوا لهذه الدوره او شاركوا في هذه الدوره مجانيا في جوجل، وحصلوا على عمل من بعد عند يا اما عند جوجل او عند شركات تكنولوجيه اخرى. وبالمناسبه حتى فيسبوك اصبحت حتى هي كدير دورات مجانيه. يعني الا قلبتوا في الانترنت غتلقاو بزاف ديال الدورات. كاينه فكره اخرى وهي انشاء محتوى رقمي ومشاركته مع الناس. يمكن لك مثلا انك نقولوا انك عندك خبره في واحد مجال ما مثلا، وهذا المجال يعني في المجال ديال التخصص ديالك، او في شي مجال اخر انت كتعشقه وعندك الشغف فيه وعندك الخبره الكافيه فيه انك تقدم الناس وتعطي الناس يعني محتوى مرئي او محتوى صوتي ينفع الناس، انك عندك يعني انك تقدر تعطي الناس هذا الشيء. فيمكن لك انك تقوم او تبدا بمشاركه هذه الافكار ديالك مع الناس، خصوصا اذا كانت هذه الافكار مفيده وغادي تعطي الناس معلومات. انك ممكن دير محتوى مرئي على شكل فيديو، او دير محتوى شكلي، او يعني عفوا محتوى صوتي على شكل بودكاست، وتشارك المحتوى ديالك مع الناس. فبهذه المناسبه غادي تاخذ اجر كبير وغادي تجني اموال كثيره، بحال مثلا الى مثلا درتي قناه على يوتيوب مثلا، او افكار اخرى. كذلك هناك فكره اخرى او الفكره السادسه، خطط للمشروع ديال المستقبل ديالك. اذا كانت عندك فكره ديال مشروع كتراودك الان ويعني كتلح عليك وانك مقتنع بها وما زلتي كتردد انك ديرها، فهذه هي المناسبه باش تفكر بجديه في هذا المشروع والاخراج الفكره ديالك لحيز الوجود. ما عليك الا توضع خطه لمشروع المستقبل ديالك، و يعني تفكر فيه يعني برويه برزانه، تجلس وتوضع ورقه وقلم وتكتب وتفكر وتوضع على توضع الافكار ديالك او المخطط ديالك اللي في الدماغ ديالك، توضع على ارض الواقع وتستافد منه مستقبلا وتدخل منه اموال ويعني مدخول اضافي. علاش لا؟ او ممكن كاع يولي هو يعني العمل ديالك القار، او يعني الدخل يولي دخل اساسي ديالك. كذلك هناك فكره سابعه او الفكره السابعه، وهي المشاركه في خدمه المجتمع. العمل الاجتماعي والخيري راه غادي يعود عليك بواحد الاجر كبير ويقربك من الناس، وكذلك غادي يمكنك من تكوين علاقات ممتازه مع الناس. فهنا ممكن انك تبادر لخدمه المجتمع ديالك وجمع الناس من حولك، وهكذا غادي تقوم ب يعني تقديم خدمه جليله للوطن ديالك والمجتمع ديالك. ولما لا، راه تقدر هذا من بعد يعني تجني منه حتى اموال من بعد. كاينه الفكره الثامنه وهي ممارسه الرياضه. فالرياضه مفيده للجسم ديالك ومقويه للجسم ديالك والعضلات ديالك، وكتساعد على التخلص من التوتر والتركيز على العمل، وانها كتساعدك على حتى تنظيم الحياه ديالك وتنظيم نفسك. كاين فكره تاسعه وهي تعلم لغه جديده. فكما تعرفوا اعزائي، يعني العالم اليوم اصبح قريه صغيره، وتحتاج ممكن انك تحتاج الى تعلمتي لغه جديده ديال التواصل، فانك راه ممكن يعني تستعن بها او تفيد بها وتستافد منها انت اصلا. فكما كتعرفوا
اللغه او اللغات سورتو اللغه الانجليزيه راه ولات لغه عالميه، هي اصلا عالميه ولكن يعني ولات بواحد الاهميه كبيره. اذا مثلا حتى كذلك اللغه الصينيه. يعني اللي بغيت نقول لكم ان تعلم لغه جديده كي يعود عليك بالنفع، كيخليك انك ممكن تحصل على مدخول اخر اضافي. فغير مثلا المشاركه الاخرى ديال اسود الاطلس المونديال، فالمغرب الان راه اصبح وجهه ديال العدد ديال الباحثين، لا سواء في السياحه ولا حتى البحث عن كلمات المغرب في محركات البحث راه ولات كبيره. وان كاين ناس كتبغي تتعلم اللهجه المغربيه، راه شفناها في على قنوات في يوتيوب، شفنا على فيديوهات في يوتيوب، في وسائل التواصل الاجتماعي، الناس والناس كتولي كتعلم للناس، كتقول لك هذه مثلا هذه اللغه او هذه الكلمه باللغه الدارجه اش كتعني. يعني ان الناس ولا عندهم بحث كبير على المغرب، وانهم بغيت يتعلموا يعني يعرفوا اللغه ديال المغرب واللغه ديال المغاربه والتقاليد ديالهم. فهنا هذه ممكن ان تعلم لغه جديده كاللغه الانجليزيه او الصينيه او غيرها من اللغات كيمكنك من التواصل مع هاد الناس اللي يمكن تستفد منهم ماديا. يعني كاين مواقع اللي كيمكنك منها انك تعلم الناس اللغه او الدارجه المغربيه. ماشي تكون مثلا انت خصك عندك مثلا الدكتوراه ولا عندك باش تعلم الناس، لا، هذه غير كيبغيو يعرفوا كلمات وكيدخلوا مواقع، راه كاين هذه المواقع هذه. فاللغه يعني الجديده كتزيد كذلك من العلاقات ديالك، انك ممكن تفتح لك علاقات مع ناس خارج المغرب وكتمنحك فرص جديده لا يتوفر عليها غيرك. يعني انك ممكن حتى دير عمل مثلا مع ناس من خارج البلد ديالك، من خارج المغرب، دير معهم شراكه او عمل. كذلك هناك الفكرة العاشرة والأخيرة، وهي تعلم فن التواصل. فالتواصل أعزائي الكرام لا غنى عنه في العالم ديالنا الحاضر. التواصل راه شي حاجة مهمة 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 ومهمة جدا، فبدون تواصل ما غاديش نتمكنوا من تكوين العلاقات تفيدنا في العمل ديالنا ويعني في التجاره ديالنا. وان بالنسبه للاتقان ديال فن التواصل، الا وليتي كتقن فن التواصل غادي يعطيك الافضليه للوصول لواحد يعني فرص يمكن اذا كنتي انت واحد اخر هو ما كيتقنش التواصل وانت كتقنو، فهذه فرصه ليك ملائمه للحصول على هذا العمل او على هذه الصفقه. ومن ثم يعني غادي يزيد هذا الشيء حتى من النسبه ديال النجاح ديالك، غيزيد من النجاح ديالك، غيزيد من التطور ديالك. يعني فن التواصل او التواصل هو حاجه مهمه للنجاح والوصول يعني لغايات كبيره في حياه الانسان. كانت هذه اعزائي الكرام يعني 10 ديال الافكار لاستغلال الوقت ديالك بشكل جيد، شاركتها معكم. كنتمنى انها تعجبكم، وكنتمنى تكتبوا لي في التعليقات ديالكم يعني هاد الافكار هذه واش عجباتكم، يعني واش هناك افكار اخرى تبغيوني نتكلم فيها ولا شي حاجه. ف يعني ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم. الا كان مثلا اي موضوع تبغيوني نتحدث عليه في مجال التنميه الذاتيه، فكنتمنى غير تقولوها لي، تشيروا لي الموضوع، وانا على استعداد للحديث فيه يعني باجمال نتحدث فيه كما كتبغيو. واذا كان هذه هي الزياره ديالكم الاولى للقناه ديالنا، فكنتمنى انكم تفعلوا الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل باش توصلكم يعني اي اشعار بخصوص الفيديوهات اللي غادي ننشروا مستقبلا على القناه ديالنا. وكنتمنى انكم تضغطوا على علامه الاعجاب وتشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاقارب ديالكم، حتى يعني تعمل فائده، واي شخص اخر يمكن يستافد من هذا الفيديو، من هذه الافكار اللي جات في هذا الفيديو. فشكرا لكم على المتابعه ديالكم وعلى المشاهده ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر من فيديوهاتنا
على قناة الطريق نحو النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.